فاطمة الغزواني التي ستعود لحارسة المرمى وصال العيساوي. البحث عن دنيا فتوح، ما زالت الفرصة متواصلة، إمكانية التسجيل. تسديدة خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب بوتسوانا. هنا اللقطة الماضية، هنا الفرصة كانت توغل من دنيا فتوح. كرة في منطقة الجزاء ممتازة للمنتخب الوطني. هنا فرصة لمنتخب بوتسوانا، إمكانية التسديد. الدفاعية كانت بشكل بوتسوانا هي الأولى في هذه المقابلة. هنا تنفيذ الركنية، فرصة جديدة المنتخب البوتسواني الذي يتوفر على إمكانيات جيدة. هنا التسديد للمنتخب الوطني في انتظار التنفيذ، في انتظار التسديد. تنفيذ الكرات الثابتة، الركنيات، ركلات الحرة المباشرة. هنا ضربة رأسية، ما زالت الفرصة متواصلة. الهدف الأول للمنتخب الوطني، جول الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء. تنجح فاطمة الغزواني في الوصول لمرمى الحارسة لينياتسو جانيس. هدف أول في الدقيقة 12، أفضل بداية بالنسبة للمنتخب الوطني، حصول على الهدف الغادر. الهدف الذي سجله المنتخب الوطني قبل قليل، فاطمة الغزواني قبل الكرة. هنا المراوغة، هنا التقدم، هنا التمرير، إمكانية الوصول من الدفاع يتدخل. كرة في الجهة اليسرى، عرضية، البحث، إمكانية التسديد، فرصة للمنتخب الوطني، لكن المنتخب الوطني في فرصة أخرى، في محاولة أخرى، إمكانية التسجيل. الحكمات ترك للاعبات المنتخب الوطني التصويب. حارسة من هاجر جبيلو، تسديدة خارج الملعب، ركلة مرمى لينياتسو جانيس، ترتكب الخطأ. تنفيذ الكرة ثابتة، تصل الكرة سهلة لحارسة. هنا فرصة ضحى المدني، ضحى التمرير، العرضية، إمكانية التسجيل. تضيع الفرصة وتضيع المحاولة. كانت فرصة ركلة حرة مباشرة، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، تدخل من حارسة المرمى، تدخل دفاع المنتخب البوتسواني. الحكم يعلن عن ركلة جزاء. سقطت اللاعبة جنة. نتمنى أن تنجح ضحى، نتمنى أن تتفوق ضحى المدني على جانيس. ضحى المدني تسجل الهدف الثاني، جول الهدف الثاني للمنتخب الوطني عن طريق ضحى المدني التي تنجح في ترجمة ركلة الجزاء لهدف ثاني في الدقيقة 36 من عمر اللقاء. تصبح النتيجة هدفان 2 مقابل شيء. يتواصل تقدم المنتخب الوطني في مقابلة اليوم. أداء جديد للمنتخب الوطني. يتدخل الدفاع، إمكانية التسديد فوق العارضة بسنتيمترات قليلة فقط. تسديدة ضحى المدني التي تواصل التألق في مقابلة اليوم. هنا اللقطة، هنا المراوغة، هنا التسديد. عيساوي، وصال، وصلت الكرة لوصال، العرضية قادمة من وصال، إمكانية التسجيل. كان البحث، ما زال الضغط متواصلا والبحث متواصلا. ضحى، تصويب، حارسة المرمى جانيس. تسديدة كانت بقوة، كانت المتابعة من جانيس لينياتسو. تسديدة سامية المسناوي. وفي هذه الأثناء الحكم جلال جيد يعلن عن نهاية الشوط الأول. كان قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 2. تنفذ الركنية، البحث، صلت الكرة لياسمين زهير، تحاول المرور، تحاول المراوغة. هنا التسديد، تسديدة خارج الملعب بدون دقة من ياسمين زهير. المرور من ياسمين زهير. ما زالت الفرصة متواصلة دائما للمنتخب الوطني. العرضية من ياسمين، دنيا فتوح. هنا اللقطة، هنا التمريرة، تسديدة كذا المنتدى. دنيا فتوح
دنيا تنفيذ ضربة رأسية، هدف ثالث للمنتخب الوطني. علي الصحباني في الوقت المناسب تنجح في تسجيل هدف جديد للمنتخب الوطني في الدقيقة 53. هدف جديد، هدف آخر، هدف يقرب المنتخب الوطني أكثر. هنا فرصة للمنتخب الوطني. هاجر جبيل التسديد، جانيس، فرصة حارسة المرمى مرة أخرى. الهدف الرابع للمنتخب الوطني. هاجر جبيل في الدقيقة 57 تنجح في تسجيل هدف آخر للمنتخب الوطني. تصبح النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. تصبح النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. هنا كانت التسديدة من هاجر جبيل، المتابعة كانت حاضرة من ضحى المدني، بعد ذلك تصل هاجر لتسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني. تصبح النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. التسديد جديدة للمنتخب الوطني. هنا تنفيذ الركنية، البحث عن علي الصحباني التي حاولت الوصول للكرة. أيضا فاطمة الغزواني التي سجلت 2 في هذه في الجهة اليمنى. هاجر جبيل العرضية، تمرير، التسديد، الهدف الخامس للمنتخب الوطني في الدقيقة 67. تسديدة لا تصد ولا ترد تمنح المنتخب الوطني الهدف الخامس في مقابلة اليوم. أداء أكثر من رائع يواصل تقديمه المنتخب الوطني بقيادة هذا المدرب ستيفان نادو الذي يدير اللقاء بشكل أكثر من ممتاز، ويواصل قيادة المنتخب الوطني نحو تحقيق الفوز والانتصار في هذه المقابلة الودية أمام منتخب بوتسوانا. اللقطة الماضية تستجر جبيل، العودة لجنة من جديد، فرصة للمنتخب الوطني. ياسمين، إمكانية التسديد، الهدف السادس للمنتخب الوطني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء. تسديدة لا تصد ولا ترد من ضحى المدني، تسجل هدفا آخرا، هو الهدف الثالث لها في هذه المواجهة والهدف السادس للمنتخب الوطني. أداء أكثر من ممتاز، يواصل المنتخب الوطني التألق للمرة 7 لمرمى الحارسة جانيس لرياتسو. التصويب، حارسة المرمى تنجح في التصدي. التسديدة الماضية تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، تسديدة خارج الملعب. فرصة ما زالت متواصلة. جنة تراوغ جنة، فرصة جديدة قد تأتي بهدف جديد. تنفذ الركنية خارج الملعب، ركلة مرمى. الركلة الحرة المباشرة، حذر كبير في هذه الأثناء، خروج حارسة المرمى، وصال التتاح في الوقت المناسب. هنا اللقطة الماضية، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، الكرة وصلت. 6 أهداف مقابل لا شيء. هنا فرصة، خروج حارس